مرحبا يا قوم، هنا دمشق. في حالة من التشبيح الثوري المنتشرة على أرض الواقع وعلى السوشيال ميديا، مفادة إنه أي حدا تاريخه السي في تبعيته لا تعج بالمواقف الثورية ما بحق له يحكي إنه وين كان صوتكم لما قمنا ثورة، وين كان صوتكم أيام بشار الأسد، إنه أساس نحن عملنا ثورة وأسقطنا النظام مشان نخرس العالم اللي عندهم موقف مغاير أو اللي كانوا ساكتين. يعني عن جد ما عم بفهم. بعدين لا الحكومة الانتقالية ولا الهيئة عندهم أي مشكلة مع هاي الانتقادات على فكرة أبدا، بالعكس. يعني لو تشوفوا شباب الهيئة هون كيف متقبلين كل العالم، متقبلين شخصيات وفنانين كانوا عم بيشبحوا إذا بدكم للنظام، وعادي عم يحضنوهم ويتصوروا معهم، ما عندهم هاي النظرة التشبيحية على العالم. فليه نحن عم نعملها؟ ما عم بفهم. فكرة إنه مو وقته ولا تنتقدوا، أعطوهم فرصة. هن نفسهم ما بدهم تعطوهم فرصة، يعني هن نفسهم ما عندهم مشكلة بالانتقاد. ليش نحن عم نخرس بعض ومنشبح على بعض وما بصير نحكي هلا، ما بصير، وأي حدا بيحكي يا أما فلول يا أما عم بشق الصف يا أما على المنجي كلام. فاتركوا العالم تحكي، ما في أي خطر على البلد إذا انتقدنا أو حكينا، ما في خطر على البلد، بالعكس حالة صحية. فلا نزاود على بعض وما حدا يشعر بالاستحقاق لحاله. شكرا.